فاش كتولي فوطه وحده هي حديث الساعه في افريقيا كامله، عرف باللي القضيه فايته الكره. فكان 2025 في المغرب، واحد توب صغير نوض قرباله ما بين السحور والتكتيك. الفينال السنغال والمغرب كان استثنائي. الشتا كانت خيط من السما، والحارس إدوارد مندي كان محتاج الفوطه ديالو باش ينشف لي كونتي ويشد الكره مزيان. ولكن هاد الفوطه ولات هي العدو الاول ديال المغاربه. الدراري اللي كيجمعوا الكاري بقاو حاضيين غير وقتاش يخطفوا ديك الفوطه، لدرجه ان الحارس الاحتياطي يهفان ديوف ناض من البنك ودخل في سباق جري وسط التيران باش يحمي الماتيريال صاحبه. حتى النجوم الكبار بحال اشرف حكيمي دخلوا في هذا الصداع. حكيمي هز الفوطه ديال مندي ولا حال جهه الجمهور. هادشي تسمى حرب نفسيه باش يخرجوا الحارس من التركيز ديالو ويحيدوا ليه اي حاجه كتعاونو. ولكن هذا الفيلم بدا قبل الفينال. في الدومي فينال ضد نيجيريا، سيكوريتي ديال المغرب بقاو كيحيدوا الفوطه لستانلي نوابالي قبل ضربات الجزاء. الحارس النيجيري من بعد الماتش تزهز عليهم وقال لهم استعملوا فوطاتي باش تمسحوا دموعكم. علاش هذا الخوف كامل من فوطه؟ تقنيا الحارس كيحتاجها باش يحافظ على القريب فاش كتكون الشتاء، ولكن في الثقافه الافريقيه كاين اللي كيشوفها جوجو او السحور مخبي وسط الطوب باش يبلع الشبكه. الكاف دخلت على الخط وخرجت قوانين كتمنع اي ممارسه فيها ريحه السحور او الماجي نوار. الماده 82 واضحه، ولكن المشكل هو كيفاش تفرق ما بين فوطه العرق وفوطه الفقيه. هادشي فكرناه في فاباسكي، حارس مصر اللي كان داير الداتا في قرعه الماء. الناس سحبهم سحور وهي كانت غير معلومات على اللعابه. في افريقيا ديما كاين خيط رقيق ما بين العلم والميتافيزيقا. في الاخر السنغال داو الكاس واخا الحرب اللي ناضت على الفوطه. هادشي كيبين باللي واخا جوجو كيقدر ياثر على النفسيه، المجهود في التيران هو اللي كيحسم الشامبيون. الفوطه بقات غير